عين الخونة تلزم فتاة امرأة مؤمنة من شيعة علي بجوار علي تنزعها حجابها وتضربها وتجرها من شعرها؟ والله شنو أنت من إيران؟ لا لا. واللي أكبر منكم يرتكب جريمة هي الحوزة العلمية في النجف الأشرف والحوزة العلمية في كربلاء. واللي أكثر منكم مجرمين الخطباء اللي يصعدون على المنبر وما يقولون كلمة الحق، خايفين يرتعدون. ليش تصعد المنبر أنت عليه؟ صاحب المنبر قلب العالم بدمائه، صاحب المنبر قال وهيهات منا الذلة، صاحب المنبر الحسين قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. تسمع ولا ما تسمع؟ الحسين ما يتعامل مع الجبناء، الحسين يتعامل مع الشجعان. أن يكون عندك كلمة، المنبر هذا ليس للجبناء، لا مكان للخونة والجبناء، لا بالحوزات ولا على منبر الحسين. وين احنا وصلنا؟ إلى أي حالة؟ إلى أي درجة؟ أنتم ما عندكم غيرة؟ ما عندكم حمية؟ العشائر، زعماء العشائر كل واحد فات الشوارب ونافخ نفسه، تسكتون عن هذه الأمور؟ لا. ويقوم المسؤول في المطار يحترم هذين الرجلين الذين هاتكا حرمة هذه المرأة بنزع الحجاب. تنزع حجابها؟ أي استهتار أكثر من هذا الاستهتار؟ أي جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ مستباحون جعلونا، هاي العراق صار مستباح. ياهو اللي يجي يضربنا على راسنا واحنا ساكتين، ياهو اللي يجي يضربنا على راسنا. وكل يوم يطلع واحد زبالة يريد يجي يحكم العراق ويقول العراق أنا جاي ليكم ما أخلي واحد منكم، يعني أنا عايزين زبايل منك ومن أمثالك تجي تحكم العراق. نحن نبحث عن رجال أشاوس يحترمون الحرمات، يحترمون الحرمة، الحرمة لها قيمة عندهم، أجاويد. يزرعون الحكمة على الصخور والحجر والتراب والقلوب. نحتاج هؤلاء يحملون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم أبدا. فوين مسؤولين في النجف؟ الأشرف، وين المحافظ؟ ما أحب أجيب اسم أحد، والله العظيم ما إلي خلقهم أبدا. بس أنا عتبي إذا كان هناك مجال للعتب على المؤسسات العلمية، الحوزة العلمية، المراجع. عندنا أكثر من 100 آية الله العظمى في النجف الأشرف، أكثر من 100 آية الله في النجف وكربلاء. إيه الله يكثركم إن شاء الله للخير. ماذا نقول عنكم؟ ماذا نقول عنكم؟ لكن نريد موقف شوية حتى الناس يعرفون أنه والله عندكم أنتم إيمان وعندكم شجاعة وما تخافون من أحد. بيا عالم احنا صايرين، بأي عالم؟ العراق وين اتجه العراق؟ هكذا العراق مستباح. يجون اثنين من إيران مستهترين سفل أنذال يعتدون على حرمة محجبة في النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين وأنا أسكت عنهم؟ ولا شنو من إيران جايين؟ شنو نزلوا من العرش؟ ولا جبرائيل معه ميكائيل؟ يقولوا كلمة الحق، دافعوا عن شرفكم. أنتم العشائر اترك الآن المراجع، اترككم المرجعية، اتركها. المرجعية ما نتكلم عنها أبدا، لأنه كل يوم يشرعون لك قانون، اللي يجيب باسم المرجعية ندمره، اللي يحكي على المرجعية. وشنو صارت المسألة؟ شنو المرجع؟ من هو المرجع؟ المرجع الذي يحفظ حرمات المسلمين وحتى غير المسلمين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول
ولولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها. وما أخذ الله على العلماء، علي يقول وما أخذ الله على العلماء أن لا يقروا على كظة ظالم وسغب مظلوم ولا سغب مظلوم. لا، أنتم مستقرين، كظة الظالم شايفيهم يضربون بالملايين والمليارات، والمظلومين أمامكم. وهاي الفضيحة في مطار النجف الأشرف مع الأسف الشديد. هسه إن شاء الله بكرة يطلعون جماعة يكذبون الخبر من الأساس، ويجيبون شهداء زور معهم ويكذبوه. لاحظ، ويهددون المرأة إذا قلت الحقيقة، لأنه التصوير كله محو التصوير. زين، أنت المسؤول بمطار النجف أمرت بمحو الكاميرا، بمحو الفيلم، لكن ماذا تصنع بكاميرا السماء التي التقطت صورة المرأة هذه وهي تئن تحت ضربات هؤلاء الوحوش الخونة السفل الأنذال المنحطين، تئن تحت ضرباتهم، وخلعوا حجابها. لو عندهم شرف وحمية ما يصنعون هذا الصنيع. أمير المؤمنين يقول لو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جديرا. فوين حرب لمن حاربكم؟ وين أنتم اللي ساكتين تدعون أنكم مؤمنون؟ والله قدمي بلحاكم وعمائمكم إلى يوم القيامة، قدمي بلحاكم وعمائمكم يا أنذال يا سفلة. حرمة تهتك أمام عيوننا وسكوت وما حد يتكلم، كله خوف ورعديد. من وين تخافون؟ من هالزبايل تخافون؟ ما تدافعون عن عرضكم، عن شرفكم، عن كرامتكم؟ أين شرفكم؟ أين كرامتكم؟ أين عزكم؟ أين غيرتكم؟ أين حميتكم؟ وين؟ احنا رجال أشاوس هذا العراق صاحب الثورات. الآن اجوا هالشكل مطلوا دمروا العراق، كل ما يجينا واحد يضربنا على راسنا يكفخنا، صرنا مكفخة. سبحان الله. وكل يوم يطلعوا لنا طلعة جديدة، طلعة الماء، قطعوا عنا الماء. إيران، سوريا، تركيا اجتمعوا علينا سبحان الله، كأنه واحد في معركة والسهام والرماح يطعنونه. هذا العراق هكذا صار الآن. فأين المسؤولين؟ أنا ما أحكي عن المسؤولين، والله ما أحب أتكلم عنهم ولا أذكرهم بلساني أبدا، لأنه ما قدموا موقف يدل على غيرتهم على العراق وعلى حبهم للعراق. لا، كلام طويل، كلام طويل. أرجع إلى كلمة أمير المؤمنين اللي انطلقت من حديث الكساء. يقول وهذا أخو غامد. اسمع أنتم العشائر العراقية، اسمعوا، تهتك حرمات أعراضكم هكذا؟ والله شنو ذولا جايين من إيران ما تحكي معهم؟ يقول وهذا أخو غامد قائد عسكري خبيث لعين مثل معاوية وبني أمية. قال وهذا أخو غامد، هاي بنهج البلاغة، قرأوها بنهج البلاغة. وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها ورعثها، تراجي، ما تمتنع منه إلا بالاسترحام، بالاسترجاع والاسترحام. تقول إنا لله وإنا راجعون، ارحمونا يا ناس. ثم انصرفوا وافرين. علي أمير المؤمنين يقول انصرفوا وافرين، أخذوا الذهب والحلي والحلل وهتكوا الحرمات
من الأنبار. الأنبار هاي مشتعلة دائما، صار لها 1400 سنة مشتعلة. ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم جرح، يعني ما جرح منهم أحد، ولا أريق لهم دم، ولا قتل منهم أحد. الإمام علي يقول. بعد ذلك يعقب الإمام ويختم المجلس معنا ببكاء، يبكي على المرأة اليهودية والمرأة النصرانية والمرأة المجوسية والمرأة المسلمة. هذا علي بن أبي طالب. انقلوه للعالم فليعرف العالم من هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولماذا عاش في القلوب وقلوب الأحرار إلى اليوم، ولماذا يحاربونه حتى بالشهادة الثالثة من الحوزات العلمية نفسها. يسقطون الشهادة الثالثة من علي أمير المؤمنين، لا بل يقولون أن اسم علي بن أبي طالب يبطل الصلاة إذا ذكرتموه بالشهادة الوسطى أو الشهادة الأخيرة. فمن هو علي؟ هذا علي. يقول وهذا أخو غامد. الآن كم أخو غامد عندنا في المنطقة هذه نفسها؟ كم قائد عسكري خبيث جبان مجرم خائن يسفك الدماء ويهتك الأعراض. علي ما سكت ونحن ساكتون، ننتظر القبر. لما نوصل بالقبر تحت في القبر نطلق الكلمة، نقول العز